ابني اتغير، هو بيكرهني. ابنك مش بيتمرد، ابنك بيحاول يكون مستقل وبيمتحنك عشان يتأكد انك لسه بتحبه زي ما هو، مش بس لما يكون كويس. في مشهد كل أب وأم بيعيشوه: ابن بيغلط، بيعاند، بيتصرف تصرفات مش مفهومة، وهنا بيجي الامتحان الحقيقي. هل هتزعق فيه وتصرخ في وشه، ولا هتحافظ على هدوءك وتكون حضن يرجع له لما يهدى؟ لو فقدت أعصابك هتخسر احترامه مش خوفه. المراهق مش بيحترم اللي بيخاف منه، بيحترم اللي بيسيطر على نفسه وبيعرف يحتويه حتى لما يكون غلطان. ابنك مش كبير قوي زي ما انت فاكر، ابنك مجرد طفل عنده 14 أو 16 سنة، جواه صراع زي اللي عند الطفل اللي عنده سنتين. عايز يستقل، عايز يبعد، بس لما بيخلص طاقته بيرجع لك عشان تعبي خزانه بالحب مرة تانية. المراهق بيغلط، بيمتحنك، بيكسر القواعد، كل ده جزء من الرحلة، بس لازم يكون عارف انه يقدر يرجع لك وقت لما الخزان يفضى وعايز يتملي، ويلاقيك لسه بتحبه، لسه شايفه، لسه حضنك مفتوح. ما تغلقش الأبواب، ما تفقدش أعصابك، لأن كل مرة بتنفجر فيها بتكسر الجسر، وكل مرة بتحضنه بتبني جسر جديد. ابنك محتاجك قوي، مش عشان تحكم عليه، لكن عشان تكون محطة الصيانة العاطفية بتاعته. لما تيجي لحظة الرجوع كن مستعد، كن جاهز، افتح قلبك مش بقك. شارك الريل ده مع كل أب وأم وخليهم يعرفوا إن أولادهم بيرجعوا ليهم عشان يعيشوا مرة تانية، مش عشان يتحكموا. املى خزان ابنك العاطفي بالحب.